كجزء من مرحلتك من رحلتك التعليميه انت خدت ماجستير او كملت ماجستير بالظبط. وفي اداره الاعمال صح؟ ماجستير إدارة أعمال بالظبط. طيب ايه الخطوه ليه خدتها؟ انت يعني حتى في الكليه كنت شغال، بعد الكليه اشتغلت، ففي ناس كتير معتقده ان انا باخد ماجستير عشان اشتغل او عشان يعني اخد خطوه انا مش قادر اخدها. فانت بالفعل كنت شغال في اماكن كويسه، فليه خدت خطوه الماجستير؟ أنا بقدر العلم، يعني أنا جاي من خلفية بتقدر العلم شوية. ما أحبش إن أنا أشتغل في حاجة كده من غير ما أبقى درستها كويس. فأنا بقدم استشارات لشركات واستشارات لمديرين، فأنا كنت محتاج أبقى يعني حطيت نفسي في نفس موضع الناس دي. خدت ماجستير إدارة أعمال، تخصص إدارة استراتيجية، فقادر إن أنا أبص على الشركة أو المصنع أو الستارت اب بمنظور شامل. دي الإضافة بالنسبة لي. في ناس بتاخد الام بي اي عشان عامل حسابه انه هيترقى. انا اترقيت من غيرها. ما كانتش هي الاساس بالنسبه لي. يمكن تساعدني شويه في الجانب الاكاديمي، بما ان انا بدرس في الجامعات، فالجامعات بتقدر يعني الشهادات، فاهي بقت موجوده، مع ان برضو كنت بدرس من غير ما ابقى معايا ام بي اي. بس يعني الحقيقه انا حسيت ان دي هتكون اضافه. هل انصح بيها للناس ولا لا؟ مفيش حاجه تمشي على الكل، على حسب وقتك ومجهودك والفلوس المتاحه بالنسبه لك. لو انت عايز تعرف حاجه معينه، واحد يقول لك انا عايز ادخل ام بي اي اتخصص في الماركتنج، انت لو خدت كورس ماركتنج حاجه من 6 موديولز جواه بالظبط، انت ممكن تاخد كورس ماركتنج يجيب لك حاجات ما كنتش هتدرسها في الام بي اي، ادفانسد اكتر من اللي موجود في الام بي اي. الاقي حد مثلا يقول لي عايز ادخل الام بي اي عشان اتخصص في اداره المشروعات، انت لو خدت البي ام بي انت بقيت يعني اجمد في اداره المشروعات اكتر من انك تقعد سنتين بتدرس. فالهدف وان الواحد يقارن. يعني كنت عامل فيديو 20 دقيقه كده بقارن بين الشهادات الاحترافيه والدراسات العليا، هل اروح اكمل ماجستير ولا اخد مثلا، انا محاسب اخد سي ام اي او سي اف اي، انا مثلا في السبلاي تشين ففي شهاده في السبلاي تشين، في الاتش ار في الاتش ار وهكذا، ولا اروح اخد ماجستير في الحاجه دي. فمش ما بنقولش ان ده توجه صح، ده يمين او شمال، لا، على حسب الموقف بتاعك بالمعايير المختلفه. كل واحد ليه طبيعته او اهتماماته المختلفه. نقدر نوصف كده الشخص الايديال اللي هو الماجستير هيفيده، يعني بعيدا عن ان احنا نقارن او ان احنا نقول ده مناسب لده، بس مين الكاركتر او مين البيرسونا كده اللي ممكن نقول ان هو الدراسات العليا مفيده اكتر للناس اللي عايزه تكمل سلك اكاديمي. يعني حد معيد في الجامعه، حد شغال سواء ماجستير مهني اللي هو زي ماجستير اداره الاعمال، او ماجستير اكاديمي اللي هو بيبقى ماسترز اوف ساينس، ماجستير علمي، رساله معينه في جزء معين. ده بيبقى الانسب للاكاديميين. لكن المهنيين البروفيشنالز انا برشح الكورسز اكتر. ده بيبقى حاجه مدتها اقصر، تكلفتها اقل، وبتديك الزتونه بتاعه التخصص ده، ان حاجه تقدر تطبقها بكره في شغلك، ما يبقاش حاجه اكاديميه بس يعني. هو احنا قلنا ان انت ما كنتش مضطر تعمله، بس هل لما عملته هل ده اثر في الكارير بتاعك، واثر ازاي؟ ما اثرش على الكارير الفول تايم، بس اثر على الفريلانس. هي الشهادات احنا بناخدها بشكل اساسي عشان تتاكد ان اللي انت بتعمله ده كويس. في واحد ممكن يبقى بقاله 7-8 سنين خبره، بس هو بيعمل الحاجه دي بالفطره، طلع لهم بيعملوها كده، بالخبره نفسها مش بالاكاديميك رولز يعني. فجزء من اهداف الحصول على الشهادات سواء شهاده احترافيه او ماجستير يعني هو تاكيد الخبره، ان انا بتاكد ان اللي انا بعمله ده هو فعلا صح. حاجه تانية هي ان انا ابقى بستخدم الانترناشنال لانجويج بتاعت الشغلانه بتاعتي. فلما بدرس شهاده دوليه او ماجستير نفس المواد اللي بتدرس بره، فانا دلوقتي قادر ادخل انترفيو مع شركات في دول تانية، قادر ان انا اترقى في مناصب او شركات انترناشنال جوه دولتي، فده بيساعد. لو انت بتشتغل كمستشار ومدرب، فطبعا ان انا لما اقول ان انا معايا ماجستير في اداره الاعمال، ده يديني ثقل اكتر، ساعتي بتاعت الاستشارات تبقى اغلى، العملاء بتوعي يبقوا اكبر. فيعني ده بالنسبه لاهتمامات كل واحد ممكن تبقى ايه في اختياره للشهاده يعني.